في ناس كتير تفتكر إن حل مشاكلها المالية إنها تكسب أكتر، لكن الحقيقة المشكلة مش في الدخل، المشكلة في إدارة الدخل نفسه. تخيل معايا واحد بيقبض 10,000 جنيه، واحد تاني بيقبض 20,000. الغريب إن ممكن اللي بياخد 10,000 جنيه بيعيش مرتاح، واللي بياخد 20,000 بيفضل مديون. الفرق بينهم يا صديقي الإدارة. القواعد بسيطة جدا. أول ما تستلم مرتبك خد 10% وحوشه لنفسك قبل أي حاجة. اعمل ميزانية، الأكل والسكن والمواصلات، كل بند ليه رقم محدد. دون مصاريفك يوم بيوم، هتتفاجئ قد إيه بتصرف على كماليات تقدر تستغنى عنها، وأي زيادة ما تضيعهاش في حاجات ملهاش لازمة. خليها استثمار يجيب لك دخل إضافي. الفلوس مش مجرد ورق، الفلوس أداة، إما تسيطر عليها يا إما هي اللي تسيطر عليك. واللي يعرف يدير فلوسه صح هو اللي يعرف يدير حياته. لو عايز تعرف أكتر عن إدارة المال وإزاي تتحكم في نفقاتك، اعمل اشتراك وتابع القناة، وأنا هعلمك كل أسرار المال، عشان أنا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.